ايه الافضل تشتري جنيه ذهب ولا سبيكه؟ ركز معايا في الكلام اللي جاي ده. الجنيه الذهب بيكون عيار 21 وبتبقى نسبه الذهب فيه 90%. النسبه الباقيه بتبقى نحاس لان دخل في عمليه تشكيل الذهب والطباعه عليه. وزن الجنيه 8 جرام، وهنا لما تيجي تبيع الجنيه الذهب بيخصم رسوم مصنعيه ما يوازي ربع جرام ذهب او 200 مللي من وزنه، وفي بعض الماركات والشركات بيكون عليها كاش باك. اما السبيكه تقدر تقول عليها هي قطعه ذهب خالصه، يعني نسبه الذهب فيها 99.999 وده من عيار 24 ومش بتمر باي عمليه من عمليات تشكيل الذهب، وده اللي بيخليها تحافظ على وزن الذهب فيها وكمان بيقلل من مصنعيتها، بخلاف ان السبيكه فيها اوزان مختلفه بتبدا من سبيكه نص جرام لحد 1000 جرام والمصنعيه فيها ما بين 55 ل 100 جنيه على حسب الوزن. ده بخلاف ان في شركات بترجع لك كاش باك 50% من المصنعيه اللي انت دفعتها بشرط انك تحافظ على السبيكه بالغلاف بتاعها. وطبعا طالما نسبه الذهب اعلى في السبيكه يبقى نسبه الربح فيها اكبر في حاله زياده اسعار الذهب، غير الجنيه الذهب اللي نسبه الذهب فيه اقل شويه. علشان كده انا شخصيا بفضل اشتري سبائك عن الجنيه الذهب. انت بتفضل تشتري ايه؟ عرفني في الكومنتات.